ترامب يفرض رسوما جمركية على كندا، وترودو يقرر الرد بضربة قوية، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي عن فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على البضائع الأمريكية بقيمة 30 مليار دولار. ولكن هذا ليس كل شيء. بعد ساعات فقط من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية مدمرة على كندا، قرر ترودو الرد بشكل صاروخي. بالإضافة إلى الرسوم الأولى، سيتم فرض رسوم إضافية بقيمة 125 مليار دولار على المنتجات الأمريكية خلال 21 يوماً. ترودو تحدث مباشرة إلى الأمريكيين وقال: هذه الرسوم ستضر بالكنديين، ولكنها ستضر بكم أيضاً. ستؤدي إلى إغلاق مصانع السيارات الأمريكية ورفع تكاليف المعيشة. لكن القصة لا تنتهي هنا. كندا أيضاً ستنفق 1.3 مليار دولار على تعزيز أمن الحدود، بما في ذلك طائرات هيليكوبتر وفرق كلاب جديدة. فهل ستنجح هذه الخطوة في تخفيف التوتر بين البلدين، أم أن الحرب التجارية على وشك التصاعد؟ ما رأيك في قرار ترودو؟ اكتب رأيك في التعليقات.